اول شيء سعيدين بالتواجد بك مع على شاشه السعوديه الرياضيه. الف مبروك لك الفوز. الله يبارك فيك. وحقيقه الفوز كان المفروض يكون اكثر من كذا، لكن ما شاهدناه اليوم 22 سنه ما حكيت عن التحكيم. انا اتمنى ان البركان هذا ما ثار اللي في ايسلندا فقط. ايش اللي صار بينك وبين خليل جلال؟ ما في. خليل جلال كان بيت النية طرد الفريدي من الشوط الاول في كرت اصفر غير مستحق للفريدي، فقط انه طالب قال المفروض يصير، فقام يأشر ويعطي كرت اصفر. هذا واحد. الشيء الثاني التدخل ما كان تدخل مقصود ولا يستوعب. الشيء الثالث فيجاروا كان يستحق الطرد، لو حصلت من رادوي ضد فيجاروا والعكس كان رادوي الان في محكمه دوليه بعد مو مطرود. المهم انه في شيء عامل مساعد، انه هذا الحكم ما عنده جراءه. هذا المسمار الاخير اللي دق في نعاش التحكيم السعودي، لان كنا نعتقد ان الحكم زي هذا الدولي وراح يروح كاس عالم ويظهر بهالشكل هذا. ما اعتقد انه الشكل هذا يرضي، انه احنا اتمنى انه يراجع نفسه قبل ما يروح الى كاس العالم او لا يروح كاس عالم. طب هل في اعتراضات لك للكابتن جلال؟ ربما بعد الاعتراضات هذه فكر انه يعني يقول الكابتن سامي يعني كرت احمر. لا، انا جيت قلت اول شيء لما تبيت النية، واحنا قلنا بين الشوطين واضح انه يدور اي لاعب يعطي اصفر من غير مبرر عشان يعطي اصفر ثاني حتى من تدخل عادي، وهذه يحسب انه فهلوه احيانا من التحكيم. الحكم الاوروبي لما يجي لا يعرف لا هلال ولا نصر، مو بساعدك بعاطفتي، انت ما انت بجالس في استراحه ومايل الفريق وتبغى فريق، لا، يجب انك تنزل وعندك شرف روح، تبغى تعطي النتيجه 10-0، اعطينا حقنا يا اخي، في كروت في فاولات تعطي حق، لكن تمشي عشان حرام الفريق هذا 3-0، او من جواتك انت تحاول تساعد عشان تقرب النتيجه لانه في مباراه ثانيه. لكن على العموم احنا اليوم فزنا، وكانت المفروض الفوز هذا يكون اكبر من كذا، لولا انه نتمنى ان البركان يوم 2 مايو انه يخمد عشان يرجع لنا حكم اجنبي. هل نستطيع ان المباراه القادمه يعني حسمت للهلال؟ لا ما في شيء محسوب. لو فزنا 5-0 احنا محترفين، ننزل ونفكر بتفكير احترافي. المباراه شفتها مسيطرين عليها، حتى بعد طرد سجلنا هدف. يعني بكل الاحوال الحمد لله عندنا ثقه كبيره في الله سبحانه وتعالى في انفسنا ولاعبينا وجهازنا التدريبي. بس مشكله انه اليوم صراحه كنا يعني انا بالنسبه لي قبل المباراه حتى تصريح اعلامي مشهود قلت فيه بالحرف الواحد انه اتمنى انه اليوم خليل جلال يعيد اكتشاف الحكم السعودي لانه محتاج الحكم السعودي، لكن اعتقد انه دق المسمار الاخير. شكرا لك.